تعالوا نشوف ازاي ريال مدريد سجل الهدف الاول عن طريق كارباخال رجل المباراة من ضربة ركنية، واللي مهدت الطريق لريال مدريد نحو التتويج باللقب الخامس عشر. قدامك دلوقتي التمركز المبدئي للاعبي ريال مدريد وبروسيا دورتموند. مهم قوي تاخد بالك ان لعيبة ريال مدريد كلها متراقبة رقابة مان تو مان او رجل لرجل، ودورتموند كمان مزود 2 لعيبة واقفين يدافعوا جوه منطقة الستة ياردة. عايزك كمان تشوف تمركز روديجر على القائم البعيد، ومع تنفيذ توني كروس للعرضية شوف ناتشو هو بياخد الراجل اللي بيراقبه وبيروح كمان لمدافع بروسيا دورتموند اللي بيدافع عن الستة ياردة ناحية القائم القريب، وبيلمسهم كأنه بيقول لهم أنا هجري والكرة هتتلعب لي، علشان يوهمهم إنه خطر ويجبرهم يخرجوا بره تمركزاتهم وتتخلق مساحة في المنطقة دي يقدر روديجر وكارباخال يستغلوها بعد كده زي ما هنشوف. كارباخال قدر فعلا يفلت من الرقابة بسرعة وراح للمساحة اللي اتخلقت، وخد بالك ان كارباخال مش اخطر لاعب في ريال مدريد في الكور الرأسية، علشان كده اللي كان مكلف بمراقبته كان لاعب جناح غير مميز في الرقابة الدفاعية ولا الضربات الرأسية، وده السبب اللي خلى كارباخال يشكل خطورة في جميع ركنيات ريال مدريد في المباراة دي. وبعد كده نوصل للشكل النهائي لريال مدريد وبروسيا دورتموند. حاول تقارنه بأول مشهد وريتهولك. دلوقتي ناتشو سحب مدافعين بروسيا دورتموند فعلا، كارباخال واقف فاضي تماما في المساحة اللي استهدفها ريال مدريد من أول اللعبة، وجاي من وراء روديجر اللي كان متراقب على القائم البعيد في أول اللعبة، ولكنه سبق الراجل اللي بيراقبه وراح للمكان المستهدف، وأعتقد كان هو كمان المقصود إن الكرة توصل. وأخيرا عينك على بلينجهام على العارضة البعيدة، إزاي هيسبق إمريكان علشان لو الرأسية ما توجهتش في الجون وطلعت بعيدة شوية، أو لو العرضية طلعت أقوى من اللازم يبقى موجود علشان يحطها في الجول. أتمنى شرح الهدف يكون عجبك، وما تنساش اللايك والفولو والاشتراك في القناة.